بنوضب حاجتنا وقررنا ان احنا نسافر مرسى مطروح نقعد اسبوع. كنا حاجزين في القطر اللي هو المكيف اللي ب170 جنيه. عبال ما وصلنا المحطة القطر فاتنا الحمد لله وضاعت علينا التذاكر. عملنا ايه؟ نقعد ابدا. ركبنا القطر القشاش ب50 جنيه كأننا راكبين الترماي، مش المترو حتى، لا ده الترماي. دلوقتي لسه الناس ما قعدوش فوقينا، هتشوفوهم بعد كده بيقعدوا علينا. أخدنا الطريق في 9 ساعات. كنا بنحاول ان احنا نغير جو شوية، واللي يسقف واللي يرقص واللي يغني، يعني عشان يعني نضيع الوقت. ركبنا الساعة 7 الصبح، 7 ل10، وصلنا مطروح كانت تقريبا الساعة 4:30 العصر. يعني في اليوم ده احنا تعبنا تعب جامد جدا، بس اهو كنا قاعدين بنحاول ان احنا يعني نضيع الوقت، نستغل الوقت في اي حاجة. نمنا وصحينا وقمنا ولعبنا وغنينا ضحكنا عشان الوقت يضيع مننا. كان معايا طبعا جمانة، كانت معايا صاحبتها سارة وصاحبتها هايدي اهي، وسيف اهو يا عيني مسكين نايم على نفسه ما هوش قادر يكمل. احنا كان بقالنا فترة طويلة قوي. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا هاي؟ انا تعبت. لو بقول لكم مبسوطه بس انا تعبت، بس انتظروني. انت يا جمانة تعبتي؟ تعبانه قوي. وانت يا سارة؟ ايه رايك في التجربة النهاردة؟ نفسي اوصل. ايه رايك في التجربة يا جمانة؟ لا الحمد لله حلوة؟ تجربة جديدة يعني ان انت ركبتي. بجد انت يا هايدي ايه رأيك؟ انا استفدت حاجه، استفدتي ايه؟ ان انا بحمد ربنا. الحمد لله. زاد ايماني بالنعمه اللي عندي. ايه يا سيف، ايه رايك في التجربة؟ الحمد لله. مبسوط؟ قلبي يعملها. ومزنوق. طيب ومعانا احدى الركاب، ايه رايك في التجربة؟ دي صوت الشارع ده، بوكس ده. صور بنت فعلا.